قال لك في مثل بيقول لك ايه بقى؟ ابعد عن الشر وغني له. والاهلي بيغني له، بيقول له ايه بقى؟ شفت نمله عامله لما اصحابها بتشرب. بص يا صديقي، حلقتنا النهارده اكتر من ان تكون ناريه، فركز معايا في كل نقطه هقولها لك، لان فعلا لازم تركز عشان تفهم حلقتنا النهارده. طيب نبدا حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده وناريه باذن الله تعالى. قبل البدايه والنهايه لا ننسى دوما دعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. طيب قبل ما نبدا وندخل في تفاصيل الدوري والمواضيع المشيقه، قال لك ايه بقى؟ قال لك ابعد عن الشر وكني له. ابعد عن الشر وكني له، مش غني له. ده حبيت بس افسر لك الموضوع. طيب قال لك ايه بقى؟ الاستاذ ثروت سويلم عضو رابطه الانديه المحترفين المصريه بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك احنا مستعدين لتغيير اللوائح من اجل ان يشارك النادي الاهلي في كأس مصر. مستعدين ان احنا نغير اللوائح. طيب لو غيروا اللوائح ايه اللي هيحصل؟ نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ولهم الاحقيه هيطلعوا يهاجموا جماهير النادي الاهلي، والاهلي هيقولوا بقى ايه؟ الاهلي مدلل للاتحاد. الاتحاد بيعمل الاهلي عايزه، وهيصه بقى وميغا، واحنا كنا نعمل كده برضه لو كان حصلت مع نادي الزمالك. يعني لو الزمالك كان دخل في ماتش، يعني انت انسحبت من ماتش، اللائحه بتقول ان انت انسحبت من ماتش، لا الماتش من بطوله، لا البطوله الجايه انت مش هتلعبها. دلوقتي ثروت سويلم بيقول لك مستعدين ان احنا نغير الموضوع بسبب ان احنا شفنا طبعا اهم حاجه طبعا كان بيركز على الايرادات كانت قليله، والبث التلفزيوني والشركات الراعيه، والماتش ما كانش عالي قوي ما بين زد وبيراميدز في النهائي، فطبعا ما ينفعش بطوله كاس مصر ما بين اهلي وزمالك، فعشان كده ممكن ان احنا نغير اللائحه. فقام الكابتن محمود الخطيب رادد عليه قال له لا شكرا. انا الكابتن محمود الخطيب اعتذر او انسحب من البطوله، وعارف كويس جدا عواقب البطوله، عارف ايه اللي هقول ايه؟ هم عايزين يوقعونا في الغلط، عايزين يخلوا يشعلوا نار الفتنه ما بين الاهلي او جمهور الاهلي وجمهور نادي الزمالك. فيا باشا الكابتن محمود الخطيب قال لك نبعد عن الشر وكني له، ويا باشا لا احنا مش عايزين. يا عم انت عايزنا تغير اللائحه؟ لا يا باشا احنا نادي وطني ولا عايزك تمشي على اللوائح، امشي على اللوائح. وده كلام الكابتن محمود الخطيب. طيب قبل ما نبدا حلقتنا وندخل ونتعمق في التفاصيل، ما تنساش تحط اللايك بتاعك الجميل دعما لاخوك محمد ابو سعيد اللي بيسعى جاهدا لاسعادك. طيب اجتماع الاتحاد المصري ورابطه الانديه ورؤساء الانديه اللي قلت لك عليه طبعا اللي حدث بالامس يوم الاربعاء، قلت لك ان في اجتماع يوم الاربعاء من فتره. الموضوع المهم ان الاتحاد المصري تعاقد مع الشركة الألمانية. لا يا ظريف مش لإبادة الحشرات، أنا سامعك. الشركة الألمانية لتنظيم الدوري المصري وبطولة الدوري المصري. هل الدولار وأزمة الدولار والفلوس تسمح ان انت تتعاقد مع شركة ألمانية تدفع لها بالدولار ان انت تجيبها عشان تنظم لك الدوري المصري بتاعك التعبان؟ لا. عايز تعمل حاجة عالمية؟ مش محتاجة، ده اسهل. عايز تعمل حاجة عالمية؟ هات حكام اجانب. عايز تعمل حاجة عالمية؟ مشي الدوري بتاعك صح. ما علينا من شركة ألمانية اللي هتنظم الدوري الجديد، الدوري اللي جاي بقرار نهائي خلاص من رابطة الأندية. وطبعا بعد اجتماع رؤساء الأندية قال لك الدوري هيبقى دوري استثنائي من دور واحد، هيبقى مكون من 18 فريق، كل فريق هيلعب 17 مباراة. طيب المفروض الطبيعي انهم كانوا يعملوا 8 يلعبوا على الهبوط و10 يلعبوا على الدوري، او عكس يلعبوا على الدوري او العكس عشان تبقى ايه؟ رقم زوجي. لكن عملوا ايه بقى؟ لا 9 و9
9 يلعبوا على الدوري و9 يلعبوا على الهبوط. انا مش عارف دي ازاي، يعني الاربع انديه واربع انديه يبقى 8 هيلعبوا بعض. التاسع هنوديه فين؟ التاسع فاي لا شيء، مش عارف اللي هتعملوها ازاي دي. وبعض النقاشات كبيره جدا، هم اصلا الناس رؤساء الانديه خايفين، مش عايزين حد يهبط، كانوا عايزين يلغوا اصلا الدوري الاستثنائي اللي احنا عاملينه عشان نقل عدد الانديه ونظبط مواعيد الدوري بتاعنا. ما كانوش عايزين اصلا فكره ان حد يهبط، عايزين كل الانديه تبقى موجوده في الدوري. ايه سيادتك ازاي ما نمشيها ازاي دي وتعملوها ازاي؟ قال لك لا، طب كفايه واحد بس، نادي واحد يهبط وثلاثه يطلعوا. ده ايه البليد يا سيادتك؟ هل انت عملت ايه كده يعني في الدوري؟ عملت ايه؟ ليه عملت الدوري استثنائي من اصله؟ بعد كده لا، اتفقوا ان 2 هيهبطوا كده، 18 فريق، ناديين هيهبطوا و3 هيطلعوا. ناديين هيهبطوا هيبقى 16 فريق، 3 انديه هيطلعوا للدوري المصري الممتاز هيبقى كام؟ 19 فريق. طبعا الموسم الاستثنائي يبقى موسمين على فكره، الموسم ده والموسم اللي بعده، هيبقى 19 فريق. فتيجي بقى الموسم الثالث هتعمل ايه؟ فانت هتروح منزل 4 ومطلع 3، يبقى هتخليه كام؟ هتخليه 18 فريق. ومن هنا بقى هنبدا ان احنا نلعب الدوري العام العادي بتاعنا. انا مش فاهم ليه كل الدربكه دي، ما هو خليه دوري واحد يبقى 18 فريق، هبط بقى 4، هبط 4 وطلع 3. بس ايه بقى يا صديقي؟ قرعه دوري المحترفين اللي هو تحت الدوري الممتاز اتعملت والقرار طلع وخلاص، شويه كمان وهيلعبوا اصلا، فمش هينفع، لازم يطلع 3 عشان دوري المحترفين ما يحتجش على الاتحاد المصري. دي القصه وما فيها. طيب بدايه وكاسه، دي كاسه بدايه الدوري الجديد هو في اواخر اكتوبر. طيب نهايته في الاسبوع الاول من شهر 6. الاسبوع الاول من شهر 6، قول مثلا لو 5/6 او 6 او 7/6، فالنادي الاهلي هيبدا كاس العالم للانديه في امريكا يوم 15/6. اديت للاهلي ايه؟ اسبوع بس، اسبوع راحه من الدوري وسفر، اسبوع راحه وسفر دي ما تجيش، فلازم الدوري ينتهي قبل كده عشان النادي الاهلي هيتحط في كارثه كبيره جدا جدا، هيبقى في مأزق. وده طبعا ما ينفعش، انت نادي رايح يلعب في كاس عالم، مش رايح يلعب دوره رمضانيه، فانت طبيعي ان انت تقدر ان هو ده النادي اللي عامل لك قيمه وسط القاره، ما فيهاش كلام تاني. طيب ندخل بقى في موضوع تاني وموضوع مهم جدا جدا. طيب قناه MBC قنوات باقي قنوات MBC عايزه تشتري حقوق بس الدوري المصري. لو ما نجحوش في ان هم يشتروا الدوري المصري كله، هياخدوا كده ماتشات الاهلي والزمالك وبعض ماتشات بيراميدز وبعض الماتشات المهمه لسه هيحددوها. لكن ايه بقى ما ادراك ما قناه MBC؟ طبعا بقياده ابراهيم فايق، تمام، بقياده شلبوكه، هلا على الفانيلا، وبقيادة فارس عوض، وما أدراك ما فارس عوض. فاحنا هنشوف شغل عالي قوي قوي قوي. واحد يا ريت ياخدوا الدوري كله، وما نسمعش بقى ايه الكابتن المحترم الكاشف، وانا نسمع بقى انت تديني واحدة وهو يديك واحدة وكل واحد يقطم قطمة والكلام اللي احنا بنسمعه ده. والله حاجات لذيذة، بس لا شكرا، كفاية عليكم قوي لحد كده. طيب في يا جماعة تغييرات في تشكيلة مارسيل كولر واضحة من التدريبات في تشكيلة ايه؟ تشكيلة السوبر الافريقي امام نادي الزمالك. ممكن بشكل كبير جدا جدا نشوف عمر كمال عبد الواحد بيلعب باك يمين، بيلعب باك رايت مكان محمد هاني، وهيساهم هجوميا. ده اللي احنا شايفينه من ملامح التدريبات. وممكن كمان ان انت ما تشوفش بيرسي تاو في التشكيله اصلا وتشوف رضا سليم وتخلي بيرسي تاو على الدكه يفيدك في الماتش التاني. وممكن برضه ان هو يعمل تغييرات تانية في وسط الملعب. فلا لسه في برضه ملامح مش واضحه. في بقى موضوع يخص نادي الزمالك مهم جدا جدا، وهو كارثه عقد محمد حمدي المعار من نادي انبي الى نادي الزمالك. محمد حمدي في عقده
هو جاي نادي الزمالك موسم ب3 مليون دولار. في عقده بقى نقطة مهمة جدا، تعالى بس كده عشان نركز في عقده، نقطة مهمة جدا، لازم يشارك مع نادي الزمالك في 40% من مباريات الدوري المصري. لو ما شاركش في 40% من مباريات الدوري المصري، نادي الزمالك هيدفع 5 مليون جنيه. ولو برضه ما شاركش بنسبة 25% في الكونفدرالية، نادي الزمالك برضه هيدفع 5 مليون جنيه. فلازم اللاعب ده يشارك عشان نادي الزمالك ما يدفعش 10 مليون جنيه. وده بند غريب جدا، انا ما شفتوش قبل كده، بند ما شوف بجد. ايمن الشريعي رئيس نادي بيراميدز افضل واحد يصيغ عقود، افضل واحد بيكتب عقود، وافضل واحد بيلبس نادي الزمالك. هو جايب لهم الكافيه حرفيا. انا بجد مش عارف اللي بيتفق على العقود دي في نادي الزمالك، هل هو بقى شايف حاجه؟ الله اعلم. طيب دي حلقتنا النهارده، واتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش تدعمني بلايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل على من جاء بالحق سيدنا محمد افضل الخلق عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.